الثروات السمكيه. كاين واحد التنظيم اللي كبير، مراقبه واستثمار في الصناعات التحويليه خلاو ان الصحراء تكون مركز حيوي، ماشي غير منطقه للصيد، بل كتصنع وكتصدر معايير دوليه. في الطاقه، المغرب دار واحد من اذكى التحولات في القاره باش ما يبقاش تابع الطاقه التقليديه. استثمر بقوه في الطاقه الريحيه وخلى من الصحراء المغربيه مختبر مفتوح للطاقه النظيفه، طاقه اليوم والمستقبل. وحتى في المجال اللي مازال ما باينش مزيان بحال البترول والغاز، المغرب كيتحرك بعقلانيه، كيشجع في الاستثمار وكيعطي فرص، ولكن بلا تهور. السياسه كتجمع بين الطموح والحذر، وهذا الشيء اللي كيعطي واحد المصداقيه. ولكن القوه الحقيقيه كتبان في الرؤيه الكبرى، ميناء الدخل الاطلسي ماشي غير مشروع اقتصادي، هو رساله واضحه. المغرب باغي يكون هو الجسر بين اوروبا وافريقيا، وجسر بين الشمال والجنوب. وهذا الدور ماشي سهل، خاصو استقرار وخاصو رؤيه وخاصو ثقه، والمغرب قاد يجمع هاد الثلاثه.